دلوقتي انت مطلوب منك تكتب برنامج بيرحب بالمستخدم، وشغلته تمام. لكن بعد دقيقة سألت نفسك سؤال: طيب أنا لو عايز البرنامج يرحب بشخص معين وجيت شغلته هيطبع الشخص ده، بس المشكلة هنا إن البرنامج مش عارف مين اللي قاعد قدامه. Wait a minute. Who are you? فافرض أحمد هو اللي قاعد، البرنامج مش بيشوفك، مش بيسمعك، وما يعرفش اسمك. زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده، هو كل اللي يعرفه هي الأوامر اللي انت بتكتبها. وعشان كده احنا محتاجين طريقة نخلي المستخدم يتكلم مع البرنامج، مش البرنامج بس هو اللي يتكلم. وده بالظبط سبب وجود كلمة input، لأنها أول مرة في الكورس تخلي البرنامج يستقبل معلومة من شخص حقيقي بيستخدمه. تعالوا نجربها كده ونعمل run. اول حاجه هتلاحظها ان البرنامج وقف، ما طبعش اي حاجه، ما قفلش، هو كانه مستني. ولا فعلا مستنيك تكتب اي حاجه. فتعالوا نكتب كده اي كلمه وندوس انتر. في حاجه غريبه هنا حصلت، احنا كتبنا هاي وما شفناش اي نتائج. لكن في حاجه غريبه، احنا كتبنا هاي وما شفناش اي نتيجه. ليه؟ لاننا قلنا للبرنامج استقبل البيانات، لكن ما قلنالوش اعمل بيها ايه. تخيل ان حد سألك سؤال وانت جاوبت، وبعدين الشخص اللي قدامك فضل ساكت وممشيش. هي نفس الفكرة بالظبط، البرنامج استقبل المعلومة وخلاص، انت عملتش بقى اي حاجة. طيب احنا عندنا دالة اتعلمناها في الفيديو اللي فات، وهي print، استخدمناها اكتر من مرة. فايه رأيكم ندخل الاتنين مع بعض ونعمل input كده؟ ايه قصة القوسين دول؟ هنبقى نشرحها، ما تقلقش. يلا نرن البرنامج بتاعنا. لو كتبت save dev اتكتبت مرتين، صح؟ مرة تانية. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان input استقبلت الكلام اللي كتبناه، وبعدين print طبعته على الشاشة. يعني المستخدم كتب والبرنامج رد عليه، وده أول شكل من أشكال التفاعل بين المستخدم والبرنامج. خلينا نجرب كده نطبع الرقم ده. بالظبط، بقى في تفاعل بينا، أي حاجة أنا بكتبها كأنه بيرددها ورايا. لكن في مشكلة هنا، أنت خدت بالك منها صح؟ يعني أنت عايز مني إيه؟ يعني أنت ما أنتش فاهم. أيوة، يعني أعمل إيه؟ فالحل هنا إن إحنا بنحط علامتين تنصيص جوه كلمة input، تمام؟ ونقول له حاجة، هنقول له مثلا دخل اسمك، فنقول له please enter your name. نديله بس مسافة كده فاضية، هتعرف سببها ليه دلوقتي. سيف. طبع سيف بس بدأت تستوعب صح؟ ليه سبب المسافة دي؟ عشان كده لو جيت رنيت كتبت سيف تلاقيها لازقة في بعضها كده الحتة دي. طيب ايه بقى اللي جوه علامتين التنصيص دول؟ دي حاجة اسمها string. ده نوع بيانات هنشرحه ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية، فما تقلقش. كل اللي انا عايزك تشوفه دلوقتي ان انت معاك دالة input بتقول له حاجة معينة: please enter your age. طبعت 15، ما عملتش اي حاجة لان انت ما قلتلوش input، صح؟ بس دلوقتي البرنامج بقى يتفاعل معاك، بقى يستناك تكتب حاجة، وبدأت توضح للمستخدم انت عايز تكتب ايه اصلا. ولو فكرت في اي برنامج بتستخدمه يوميا هتلاقي ان هو بيستخدم نفس الفكرة. لما تيجي تعمل لوجن، تسجيل دخول على الفيسبوك، الموقع بيطلب منك ان تسجل بالبريد الالكتروني، وده input. يطلب منك كلمة المرور، وده input. لما تسجل حساب جديد وتكتب اسمك، برضه input. لما تبحث على جوجل تكتب في كلمة البحث save dev input برضو. حتى الألعاب لما تضغط زرار الحركة أو تكتب اسم الشخصية، ده نوع من أنواع البيانات اللي أنت بتعمل لها input. يعني تقريبا أي برنامج حقيقي في العالم محتاج يستقبل بيانات من المستخدم، وعشان كده input واحدة من أهم الدوال اللي بتتعلمها في بداية البرمجة. لكن في سؤال مهم دلوقتي، احنا عرفنا ازاي نستقبل البيانات، لكن البيانات دي أصلا بتكون ايه؟ يعني تعالوا كده نغير please enter، نخليها please enter your name، ونرن البرنامج بتاعنا ونكتب save. طيب ايه رأيكم أرن البرنامج تاني
وفي نفس الطلب اللي هو بيقول لي please enter your name انا هدخله 15. ايه رأيكم؟ تعالوا دخله كسر 3.5. هل دول كلهم نفس نوع البيانات ولا كل حاجة ليها نوع مختلف؟ ده بالظبط اللي هنتعلمه في الفيديو الجاي لما نتكلم عن انواع البيانات او الداتا تايبس. لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان السلسلة توصل لناس اكتر، وسبسكرايب او الحاجات دي. لو هتعمل برنامج دلوقتي اول سؤال هتخلي البرنامج يسأله المستخدم هيكون ايه؟ اشوفك في الفيديو الجاي. Peace out.